ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ انا هاجر من قناه لولي شانيل. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تضغطي على علامه الاشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل حاجه من عندي. بصوا المقدمه دي تاني يوم. طبعا انا مصوره لكم من امبارح، بس انا عندي برضو تعبانه واليوم طويل والشقه كانت مترتبه واتبهدلت ومامتي جات وعملنا حاجات كده خفيفه بالليل. فهنزل لكم الروتين بتاع امبارح. برضو هي مقاطع صغيره مش روتين طويل. انا بس تعبانه اليومين دول، واخده دور برد جامد، واظني ماشي في الدنيا كلها اطفال وكبار وكله عندهم نفس الدور. فاستحملوني كده ونزقها كده مع بعض. ويلا بقى ايه، عايزاك رايكم كده في القناه، وقولوا لي رايكم وتفاعلوا معايا. بصوا، ليمون مغلي عشان البرد بس يروح. انا مش عارفه اعمل ايه، برد وكحه ودور بجد صعب، ربنا ما يكتبه على حد. ونشوف بقى كده الفيديو، يا رب يعجبكم. وهبدأ ان شاء الله انزل لكم فيديوهات على طول، معلش على التأخير. بصوا العلاوة هشة وطرية بجد، طريقتها تحفة، يا ريت تجربوها والله للمبتدئين. انتوا طبعا في منكم كتير اشطر مني واحسن مني وانا بتعلم منكم. وده بقى كان العشاء بتاع امبارح. بصوا حاجة بسيطة كده، بس يعني ايه، هي كانت على غفلة وانا كنت تعبانة ومش قادرة اعمل اي حاجة. فماما بصراحة يعني جت تظبط لي الدنيا، وكانت جايبة معاها حاجات، بس ده اللي كان موجود حاليا كان بره الفريزر، فعملته لنا كده. وانا هقول لكم برضو الطريقة بتاعته، وهقول لكم هي عملت ايه. وجت بصراحة ربنا لحقتني، انا مش قادرة يعني، كلمة تعبانة دي قليلة. فيلا الحمد لله. عايزاكم تمشوا معايا كده. بصوا، سيبكم بس من الصالة. هو انا دي المفروض ان هي اوضتي، انتوا بتعملوا ايه هنا؟ بنلعب هنا. بتلعبوا بايه؟ ايه اللي انتوا حاطينه ده؟ بنلعب. بتلعبوا بايه؟ ايه يا ايكا ده يا ايكا؟ بنلعب. بتلعبوا؟ ماما انا بحبك يا ماما. مش انتوا المفروض تلعبوا في اوضتكم؟ اه يا ماما، صح بكره عيد ميلادي. اه، كل سنه وانتوا طيبين انتي وانت وايكا. طيبه يا ماما. انتوا طيبه. المفروض بقى ان دي اوضتي، بس هما يعني احتلوها. على فكرة البلكونة انا اللي لسه فاتحاها، بس انا دخلت اوريكم المنظر. بصوا اوضتهم هناك اهي، دي اوضتهم. مش عارفه ايه اللي جايبهم هنا. اوضتهم اللي هناك، ايه اللي جايبهم هنا انا مش عارفه. وشلت كمان ملاية السرير، قلت اغسلها عشان يكب عليها كوبايه قهوه بالليل، قلت اغسلها. باركولي يا بنات، باركولي. الارض دخل عقبال الواي فاي ما يشتغل. قالوا لنا هنا من 3 ل4 ايام من الواي فاي هيشتغل. يا رب بقى يشتغل في البلكونه. بس اللنده بتاعتها الدوايه بتاعت اللنده بايظه. كوبايه شاي بالنعناع. ده بصوا كده بقى يا كان بنات، قبليها اديني اهو بيوم، خلصت تعالوا شوفوا اللي الصاله. حصل لي. بصوا بقى، هنا كانت الصالة، كنت بوريكم، كنت ماسحة ومروقة وفرشة ورشة معطر، وريحة المعطر كانت خاربة الشقة كلها، وده اللي زود لي الكحة والحساسية على صدري. ماشي، هنا كان مكان الانتريه اللي هو لسه هيجي، فاضله كام يوم كده ويجي الانتريه التاني، بس لسه عند الراجل، لسه ما استلمتهوش. فبوريكم بقى الصاله كانت عامله ازاي. كانت قشطه والله العظيم، الشقه قبليها بيوم كانت نظيفه قوي. فهو انا تعبت فيها وتعبت، فالبرد بقى زاد عليا. وهنا كانت الطرقه والاوض والحمامات وكل حاجه، حتى بص اوضه النوم كنت غيرت اهي. المفرش معاكم كنت قايله لكم هغيره، وظبطت الدنيا ومسحتها وفرشتها، والستاير عطرتها، والفرش ده شلته ومسحت تحتيه وفرشته تاني، ولمعت المرايات والخشب وكل حاجة. الشقة كانت شقة عروسة. والسجاد ده على فكرة كنت داخلة بيه، بس هنا ما عنديش نفس الطول. وكده كانت ماما بقى بتعمل الاكل، كانت جابت بصلايه، بصلتين كده صغيرين، قطعتهم صغير، وبدأت ان هي تحمرهم. بصوا يا بنات، فاكرين الصلصه اللي كنت عاملاها معاكم؟ فاكرين لما قلت لكم ان القوطه هتغلى وجبت قوطه وكده؟ دي القوطه من القوطه اللي انا شلتها، انا جبت تاني. فكنت بصلصلها وبعمل ايه، بجيب كوبايه تكون نظيفه كده، وباخد منها في الخلاط، وبروح ضربها على الاكل على طول. المفروض ان انا اشيلها في الفريزر في اكياس تكون مضروبه ومتشاله على يعني على قد الاكله. بص بصراحه انا مش عملتها كده، بس ماما لما جت جابت لي تاني. دي كنت جايبه الكيلو ونص، كان ب10، هي كانت لا كانت بستة، بستة ونص. ماما جابتها ب5 بتتنقى وكل حاجه، فجابتها لي. هشيل حبه حلوين كده يعني، كل ما انزل اجيب حبه معايا، 6 في 6 10 كده على حسب ما يعني هقدر اجيب، وهفضل انقي.
فكنت بعملها كده بالطريقه دي. انا زي ما وريتها لكم في الفيديو اللي قبل كده، هي غسلتها كويس وحطيتها في حله عليها نص كوبايه ميه ومعلقتين سكر بس. وهنا بقى يا بنات ماما كانت بتضربها في الخلاط. بصوا اهي هتفضل كده. بصوا كده. جيت بقى كنت مساعدها في البصله، يعني هي كانت بصراحه مقطعاها وانا هتصفر بس هتبقى واخده اللون الذهبي كده عشان تاخدوا طعم البصل، يعني ما تسيبهاش نيه. في اكل كده بنحبها تبقى نيه وكده لا. وهنا هنحط معلقه سكر اهي. بصوا البصله انا عايزاها اللون ده، اللون ده محتاجاها. بعد كده هنزل عليها بقى بالقوطه اللي انا ضربتها، هتبقى تقيله اصلا يعني انتوا هتشوفوها دلوقتي هتبقى تقيله ومش خفيفه ولا اي حاجه. وعايزه اقول لكم ان القوطه يا بنات اليومين دول مسكره، والحقوا هاتوا قوطه عشان بيجي في الشتا بيقولوا بقى ايه الزرعه اتحرقت والحاجه غليت والقوطه هترفع، فالايام دي رخيصه فهاتي حبه وحوشيهم لرمضان. كل سنه وانت طيبه. غير دول اللي في الفوق واروح بس احطهم عليها وهي ملح وشطه وفلفل اسود ومكعب مرقه فقط لا غير، ولا ازود ولا اقلل. احلى تسبيكه بقى هتاكليها، احلى صلصه مكرونه. ممكن نحط كمان كزبره وتبقى محشي وخضره بقى وكده. بس بصراحه ماما كانت بتعمل المكرونه، ماما كانت واقفه ان هي بتعمل الاكل، انا يا دوبك كنت بساعدها. ربنا يخليها لي، بتيجي تشيلني في اي وقت ماليش غيرها. وهنا سجق اللي هو اسكندراني، بتسموه زي ما تسموه. السجق ده انا بجيبه بقطعه شرايح كده، نفس الصلصه بتاعت المكرونه قطعت معاها فلفل. وهنا مكرونه سباكيتي واتسلقت، كانت اكلتنا خفيفه وعملت شويه بطاطس كده وتعشينا. بصوا يا بنات اهي الطماطم دي ماما منقياها طماطميه ب5. بصوا تفاح والله العظيم تفاح. ممكن بقى تحطي معاها بنجرايه، تحطي معاها اي حاجه كده اهو، بس البنجر برضه بيبقى حلو. انا جربته معلش شفت البنات كانوا عاملين دوشه وما كنتش مسيطره عليهم، كانوا ما كنتش عامله ان انا هصور عشان كنت تعبانه. بصوا الطماطم هاتوها كده على طول يا بنات والله العظيم. هيثم في واقع تاني في دنيا تانية. هو انا دلوقتي بالليل المفروض ان احنا قاعدين وداخل البلكونه في التلج ده، وعايزه اقول لكم النهارده تلج تلج. هو وماما دخلوا البلكونه، شوفوا بقى الشقه اللي كانت متروقه ومتنظمه وكنت مستنياه ما عنديش اي حاجه. نبذه عنهم. ده النبذه. بصوا الترويق، بصوا الترويق. كان بردان وقعد هنا. انا راجع ذمتكم دي شقه كانت متروقه. بصوا بقى كده هنعمل ايه كده. اول حاجه هناخد كوبايه زيت، يعني شايفين نصها كده، نصها او اقل يعني من 3/4 هيكون فاضي ماشي. ومعانا هنا اهو كوبايه لبن، ولا هي تكون ساقعه ولا هي تكون سخنه، هو لبن بلدي يا بنات مش مغلي اهي. وانتوا بقى السكر ده على حسب اللي انتوا بتحبوه مسكر هتزودوا، لكن كده اهو. بصوا اهو كوبايه اهي فاضل فيها تلتها كده، تلتها ماشي. ده مفهوش سكر، ده كده اللي هو السكر المظبوط، او ممكن تكون مسكره شويه من كل مره. معانا ايه تاني؟ معانا ربع كيلو من الدقيق. بصوا هو ده عشان يكون صريحه معاكم كده هنزود عن الربع حبه، بس انا عندي ايه كيس هنا مفتوح كنت مستخدماه قبل كده وشايلاه، فهو ولا منه يعني، هو اكتر من الربع بحاجات بسيطه لكن مش نص ابدا ماشي. واتنين فانيليا اهي، واحد ايه بيكنج باودر، وطلب بيضات. طلب بيضات اهي يا بنات. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الخلاط بتاعنا ده، الخليط بتاعنا اهو الخلاط، والشغل كله هيبقى هنا ماشي. هنفتح كده، هنحط معاهم كمان معلقتين سمنه بلدي او اي نوع سمنه انت تكوني بتحبيها يعني. وهنحط اللبن اهو. تحبي بقى تعمليها بعصير برتقال هتعمليها، عندك عصير فريش هتعمليه، لبن هتعمليها يعني. ممكن ما تحطوش 3 بيضات، ممكن تحطوا بيضتين، بس انا بعملها باللي هو على طول. دي المقادير اللي انا على طول بعمل بيها يا بنات ماشي.
وهاجي هنا اهو بصوا ده خل سائل ماشي، هاخد على الغطا، هو بيبقى اقوى بقى من ايه، من الازاز كده. والذره اللي من الملح لازم نحطها عشان دي سنه. ونفتح كيسين الفانيليا، بصوا دي كانت حنه كنت راسماها، كيسين الفانيليا اهي ماشي. في عندك الفانيليا اللي هي السايله برضو تبقى كويسه قوي، ممكن تحطيها حلو. حط بقى معلقتين السمنه بلدي، عندك اي نوع سمنه حطي معلقتين على نفس معيار الزيت ماشي. احنا قلنا ايه، اقل من تلت الكوبايه كده، يعني كان ربعها مفهوش والتلات ارباع فيهم زيت. دي كوبايه صغيره يا بنات، مش كوبايه كبيره اهي صغيره. مش حد يقول لي بقى قبل ما تحطي السمنه والكلام ده كله ما تنسيش البيض، يعني كنت هنسى البيض. هجيبها كده اهوت ماشي. خلي بالنا بقى، بيض بلدي بيض ابيض، البيض اللي انت بتحبيه ماشي. اي نوع بيض انت بتحبيه او بتستخدميه، سواء احمر بلدي ابيض، ده ايه يفضل ان انت تستخدميه. احنا حاطين ليه الخل بيمنع الزفوره وبيخلي قوامها هش. احنا مش محتاجين سمنه كتير، يعني الكوبايه الا ربع زيت دي، وقلت لكم كوبايه صغيره بتدي كده هشه وطريه. ومعلقتين السمنه اللي احنا بنحطهم، بس انا هحطها بلدي، انت حطيها اللي تحبيه. انا برضو لو كان عندي علب كنت هحط، بس اللي متواجد عندي دلوقتي اللي هي السمنه البلدي، فهحط معلقتين بس عشان ما تبقاش تقيله، تبقى للفطار كده حاجه خفيفه مع كوبايه لبن، كوبايه نسكافيه، يعني اللي تحبي تشربيه بقى تشربيه على الفطار، فهتبقى ايه حاجه كويسه قوي. وكمان هنعمل البضايه دي ماشي، وهضربها واوريكم بقى. لازم بقى يتضرب في الخلاط، يعني ده كله هيتحط في الخلاط. اما الدقيق هيتحط هنا هو والبيكنج باودر. احنا لسه خلي بالكم ما حضرناش اللي هو البيكنج باودر او الشيف كيك، اللي موجود عندك حطيه شيف كيك او البيكنج باودر، وبجد بتطلع كيكه خطيره وجميله قوي كده. زي ما قلت لكم هعمل ايه اللي هو الرب. انا بصوا حاطه هنا حبه يا بنات، يعني بصوا سنه صغيره لا تسكر. هكمل بقى ايه بقيه الربع، يعني زي ما قلت لكم ربع وشويه. انت بقى لو عندك مثلا كوبايات وبتقيسي بالمعيار وكده، لكن انا بصراحه بجيبه اربع، بستخدمه في الكبده برده، مش بقى ليها برده بحطه حبه، والفيجيتار في البشاميل، الحاجات دي كلها فبستخدمه فيها، فبجيبه اربع. مش هقول لكم ان انا هعرف ايه اوزنه واحط، لا انا مش بعرف اوزن. بصوا اهو كيس البيكنج باودر هعمل ايه عليهم، هو كده كده بصوا كده. فيدي خالص. بصوا هيبقى هو والدقيق. هنزل بقى بالخليط، هنزل بالخليط ده. وطبعا مش محتاجين مضرب ابو كهرباء، هو موجود بس مش محتاجينه دلوقتي. احنا عايزين ايه نخلص ماشي. فهنزل بقى ايه بالخليط بتاعه، يعني هي كيكايه واحده مش محتاجين. بصي يا بنات اهو الخليط، ولا تقيل ولا خفيف ماشي. بصوا بقى هتطلعوا الهواء اللي فيها على نفس الاتجاه، يعني ما ينفعش نعمل كده ونعمل كده، على نفس الاتجاه ماشي يا بنات اهو. انتوا بقى ايه حسيتوها سايله فبتزودوا شويه دقيق، بس هو كده القوام المظبوط اللي انا بعمل بيه على طول. حسيتوها خفيفه هتحطوا ايه، حسيتوها ان هي تقيله شويه هنحط شويه لبن. يعني انا هوريك القوام برضو هوريهولك، بس نفضل ايدينا فيها كده على نفس الاتجاه ان هو مخرج منها الهواء كله. بصوا بصوا ده قوام الكيكه اهي، بصوا ولا خفيفه ولا تقيله، هي بكده بتطلع مظبوطه معايا، وبتطلع هشه بقى وعاليه وطريه وجميله قوي. بصوا اهو. ليه بقى كذا حد سألني قبل كده يعني من صحابي وكده، عشان الكيكه بعملها حلوه يعني هتشوفوها، فكذا حد سألني ليه بيبقى الالوان بتاعتها الدرجات. لا استحاله يعني احط في الكيكه كركم، ده بيبقى السمنه.
السمنه او الزبده اللي انا مستخدمها بيبقى انواع بصراحه يعني. في مره بتبقى السمنه بتبقى مخضره شويه ماشي، مره ببقى عاملاها بالعصير اللي هو المقاطعه فكنت بعمله بيها فبيطلع اللون بتاعها الاورنج، مره ببرتقال، مره بحاجه ساقعه، مره بلبن، فالالوان بتختلف من كده من درجه للتانيه. وساعات البيض يعني ساعات في بيض ابيض كده بنجيبه بيبقى الصفار بتاعه اصفر قوي ماشي، وعلى حسب برضو كميه البيض. انا كنت الاول الصراحه بزود لها بيض كتير يعني بيبقى 5، دلوقتي هم ايه 3 بيضات حلوين قوي. بصوا انا باكد عليكم القوام اهو، مش خفيف ولا تقيل، ده القوام اللي هو الربع كيلو بنزود عليه حبه صغيرين خالص ماشي. وانت ايدك بقى هتبقى ايه، ايدك يعني هي هتبقى ميزانك وعينك وكل حاجه، هتعرفي ان انت توزني تشوفي بعينك، هتشوفي الحاجات دي كلها. خليكم بقى معايا، هجيب صينيه المقاس اللي انا محطوطه، هجيب صينيه القوام ده هدهنها بسمنه واحط عليها دقيق بس عشان ما تلزقش، وهفضي الكيكه معاكم دلوقتي. ثواني انا دهنت الصينيه واهي اهي اهي ايدي فيها اهي، بصوا اهي انا عايزه الكلام كده ماشي. الصينيه اللي احنا دهناها هبدا ايه ان انا انزل فيها الخليط كله. ثواني بس عشان الصيت دي بصراحه بقى ايه بتنجز معايا كده وبتلمي كميه. معلش بقى البنات بقى مع بعض اكيد كلكم عندكم نفس العينه دي، 24 ساعه صريخ وسويت مش بيبطلوا. مش عارفه كلهم كده يعني، قولوا لي كل اللي معاه في السن ده كده ولا حد قادر يسيطر وانا مش عارفه اسيطر عليهم ولا ايه حكايه. هتعملي ايه دلوقتي بقى؟ شايفين دي نبدا ندبها تفكير الهوا دي، عايزينها تخرج، عايزينها تخرج شوكولاته هنعملها، عايزينها اللي هو نص ونص اللي هي كيكه التايجر هعملها لكم برضو في مره تاني. بس دي بصراحه جوزي بيفضلها يعني، هيثم بيحبها، بيحب اللي هي فانيليا الساده، فدي بعملها كده للفطار اللي هي حاجه سريعه بالليل ونفطر بيها الصبح مع كوبايه شاي بلبن، كوبايه لبن، كوبايه قهوه ليه هو عشان انا ما بحبهاش، كوبايه كابتشينو كده. بصوا يا بنات كده احنا هندخلها في الفرن نكون مشغلينها قبل كده، احنا محتاجينها عاليه، نمشي على الخطوات دي وصدقيني والله العظيم الكيكه بتاعتك هتطلع عاليه. نكون مشغلين الفرن قبل كده، سواء بقى فرن البوتاجاز او الفرن اللي هي اللي على الفريش بتاعتنا دي اللي مشغلاها قبل كده يعني، مش بقى عشان احنا في الشتاء ماشي. بصوا فقاقيع الهوا كده وبدأ ميبقاش فيها هوا وهيخرج منها. انا بحب الصواني الالومنيا، الحلل الالومنيا في الاكل ليها طعم تاني. في حد زيي ولا انا لوحدي يعني بتحسوا السيراميك والحاجات دي ما بتطلعش الاكل اللي احنا بنحبه نفس الطعم ولا ايه؟ بس كده دي هتخش الفرن دلوقتي وهتشوفوها بقى وهتشوفوا العلو بتاعها اول ما تخرج. هغسل بقى الحاجه اللي طلعت كده هغسلها عشان اخلي المطبخ عندي يعني ما فيهوش اي حاجه، وهرجع تاني معاكم تكون الكيكه طلعت. بصوا بقى العلو، بصوا اللون، بصوا هشه وطريه، جربوها يا رب تعجبكم. فيكم منكم كتير اشطر مني بس انا عاملاها للبنات اللي لسه مبتدئين وسنه اولى جواز. باي باي.